لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا. بسم الله، مساء الخير عليكم خياتي ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا اليوم نقول لكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد القناة. نقول لكم بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعموا الفائدة. وليت لكم خياتي وجبت لكم معايا في هذا الفيديو وصفة تاع فولوتي شوفلور، وجبت لكم غراتان تاع شوفلور بالبطاطا في الكوشه، وصفات بزاف بنان يولموا في الشتاء. نبداو على بركه الله نقدموا الوصفات تاعنا. اول حاجه بديت بالفولوتي اللي حطيت مغرفه كبيره تاع الماكله ونص زبده ولا مارغرين، حطيت لها 4 ستر تاع الدجاج، خليتهم يتقلاو مليح، زيدوا حطوا معاهم 2 مغارف كبار تاع الزيت، تحطوه فوق النار يتقلاو. لو طون يتقلاو زيد نحط لهم حبه ونص تاع بصله تكون كبيره حتى دبلت معنا البصله كامل، باش نجي نحط الكميه تاع شوفلور اللي كنت غسلتها مليح ونقيتها بالماء والخل. تتقيس ربع راس تاع الشوفلور، تقدروا ديروا نص راس كيما تقدروا ديروا راس يكون صغير. زيد حطيت بعد ما تقلى هذاك الشوفلور كامل مع البصله والدجاج، زيد حطيت معاهم قيس 3 حبات تاع زروديه متوسطين. زيد قليت هذيك الزروديه معاهم باش حطيت حتى بين 2 حبات حتى 3 حبات بطاطا اللي قطعتهم بهذا الشكل. قليت كلش مليح فوق النار. لي زيبيس نحط شويه تاع القرفه، شويه تاع سكنجبير، فلفل ابيض رشه خفيفه والملح، ونحط معاهم شويه ولا رشه خفيفه ولا نص مغرفه تاع القهوه كركم. نقلوا مليح المكونات تاع هذه الوصفه اللي هي الخضره والدجاج والبصله مع الملح وليزيبيس حتى الخضره كامل تطلق البنه تاعها، باش اخر حاجه نمرق بالماء سخون ونحطها على نار متوسطه ونخليها طيب مليح، باش نروحوا نميكسيوها بالفرماج. يعني هنا بعد ما مرقتها حطيت لها شويه تاع الفرماج وميكسيتها، والفولوتي تاعنا كان واجد. هنا من جهه واحده اخرى عندي قصراص تاع شوفلور اللي كنت قطعته وغسلته مليح بالماء والخل، حطيته في الكسكاس يفور، حطيت معاه كونتيتي تاع البطاطا. دوكا البطاطا والكونتيتي تاع البطاطا على حسب الشوفلور. الا درتي كونتيتي تاع شوفلور بزاف ديري معاها البطاطا. يعني انا في راس شوفلور متوسط الحجم حطيت معاه حبات حتى 3 حبات تاع البطاطا اللي كنت فورتهم، ما درت لهم والو، فورتهم حتى طابوا مليح دخلهم الطياب. حطيتهم في الغيسيبيون تاعي ولا في بول كبير اللي نقدر نهرسهم بهاد الاعداد. حطيت معاهم 3 حبات تاع بيض يكونوا كامل ماشي صفار وحده، لا 3 حبات تاع البيض، شويه تاع الملح، حطيت لهم سكنجبير فلفل ابيض وشويه تاع الكركم، زيدوا لهم رشه خفيفه تاع الكمون، وحطيت لهم بوكي كبير تاع المعدنوس اللي كنت قطعته في رقيق. دوك تشوفوا يعني باقي المكونات كما قلت لكم. بعد ما فار البطاطا والشوفلور مليح ودخلهم طيب هرستهم. بعد ما هرستهم حطيت لهم 3 حبات تاع البيض، وإلا كانت كونتيتي صغيره تاع البطاطا والشوفلور حطوا 6 حبات تكفيكم. حطيت الملح فلفل ابيض شي سكنجبير وشويه تاع الكركم ورشه خفيفه تاع الكمون. حطيت لهم بوكي مليح تاع المعدنوس، اللي يحب يزيد في هذه الوصفه فخوماج بلون ويخلطوا مليح حتى كيدوب ويتقطعيه في الرقيق ويدوب مع البطاطا والشوفلور كي يكونوا سخونين. وحطيت الوصفه تاعي يعني هذا البطاطا والميلونج تاع البطاطا والشوفلور دو كوتي حتى يشد روحه مليح، باش نوجدوا الكراتان تاعنا. من جهه واحده اخرى لازم نديروا هذه العقده تاع الدجاج اللي نحشيوها في الكراتان تاعنا. حطيت الزيت وبصله مرحيه مع 2 سنين تاع الثوم، قليتهم مليح، حطيت لهم كونتيتي تاع ستر تاع الدجاج اللي كانت واحد 4 ستر تاع الدجاج مقطع في الرقيق ولا يكون مرحي في الاشواغ ما يهمش. بعد ما تقلت البصله والطوم عفوا الدجاج، حطيت طوماطيش تاعي تاع الحب اللي كنت جوزتها في الاشواغ، حطيت حبه كبيره وحبه صغيره، يعني ولا كانت تحبي حبه كبيره وحده تكفيك. لي زيبيس تاع هاد الوصفه هي الفلفل الكحل، الفلفل الابيض عفوا، شويه تاع الكركم، شويه سكنجبير
والكمون. فوالا حطيت الكمون، فلفل عكري، سكنجبير وفلفل ابيض. نخلط مليح، نحطها على نار متوسطه ونخليها تتقلى في غرضها حتى تنشف. كي تدبل الطوماطيش كامل يدخلها الطياب وكامل، مرقوا بقيس 4 كاس ولا حتى نص كاس تاع ماء سخون برك. لازم تمرقوا باش الدجاج يدخلوا طياب، ونسحقوا فيها هذيك المرقه. وانتولك احنا خلوها تنشف، دوك تشوفوا القوام تاع العقده تاعنا. وانتولك كي تدبل البصله مليح وتدبل تاني الطوماطيش مليح باش تمرقوا بالماء سخون. حطي قيس 4 كاس حتى نص كاس ماء سخون ماكسيموم، وخلي لها يعني نار متوسطه، وخليها تعقد في غرضها وطيب لنا وتجينا بنينه. من جهه واحده اخرى عندي اللي البلا تاع الكغاتان ولا البيغكس اللي حندير فيه الكغاتان تاعنا، دهنته بشويه تاع الزبده. انا درت زوج باسكو في العيله تاعي كاين اللي يحب الفرomاج غابي في الكغاتان، وكاين والفرomاج هذاك تاع ساندويتش دوك تشوفوه، وكاين اللي ما يحبش الفرماج، يعني ما نديرلوش، نديرها له سك بلا فرماج. كيما شتوني في البيغكس تاعي فرشت الطبقه الاولانيه تاع هذاك اللي هرستو بطاطا وشوفلور وبريباريتهم بالمعدنوس والبيض. درت الطبقه الاولانيه. هنا العقده تاعنا بعد ما وجدت وهي سخونه راني نحطها فوق الطبقه تاع شوفلور البطاطا. هذه هي العقده تاعنا تاع الصدر تاع الدجاج. تخلي فيها شويه المرقه ومام طون تنشفيها، ما تخليهاش مايعه. حطيت طبقه واحده اخرى تاع العقده تاع الدجاج. وفي بلاطو تاعي تاع الكغاتان ندير هذا النوع تاع الفرماج. تحبي ديري فرماج بلون شيء اختياري. هذا الفرماج كي تقطعي الكغاتان تاعك يكون دايب، راح يعطيك ذوق بزاف بنين وشكل شباب. هنا بعد ما حطيت العقده تاع البطاطا والشوفلور، من بعد زدت درت الدجاج، العقده تاع الدجاج حطيت فوقها فرماج، زدت غطيت العقده هذيك بالبطاطا والشوفلور. نغطي البلاطو تاعنا كامل، ومن بعدك نرابي الفرماج. طب البلاطو الاخر ما درتلوش الفرماج، نفس الشيء ما درتلوش برك الفرماج. ودخلته الفوق تاعي، عطيت له واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقه، قسمه يحمر لنا من تحت مليح، يدخلوا طياب، يعني يشد روحه مليح ويتحمر لنا سورتو. شعلت له واحد 5 دقائق، بين 3 دقائق حتى 5 دقائق من الفوق باش يتحمر. شوفوا كيفاش تحمر لنا من تحت وكيفاش عطانا وجه شباب من الفوق. الفولوتي تاعنا بعد ما كنا رحيناه بشويه تاع الفرماج ولا سينون بلا كريم فريش، واللي ما عندوش يقدر يستغنى. بنته بزاف بنينه، ذوق هايل، ومام طون يعني خضره موسميه اللي راهي في هاد لا سيزون تاع الشتا. شوف لو يجي بزاف بنين ويجي هايل يشهي. تقدري ديري به طبق شهيه كيما هذه. الكغاتان تاعنا والله غربي بكل صدق بكل حب، وصفه بزاف بنينه، وصفه اللي يستحسنوها لكم دراري صغار، سورتو دراري اللي ما يحبوش الشوفلور، ما عندها راح ياكلوها لكم بلا ما يتعبوكم، ما يبانش كامل باللي راكي. مام كاين كبار وما ياكلوش الشوفلور، حبي يقول راح يتكلخي لهم، ما يبانش كامل باللي درتي كغاتان تاع الشوفلور. قد ما تعطي له مكونات اللي تغير من الطعم تاع الشوفلور، قد ما راح تحصلي على كغاتان بزاف بنين. سورتو هذيك العقده تاع الدجاج زاد عطات له طعم بزاف بنين. ننصحكم بهذه الوصفه، جربوها ماكوش حتندموا، ان شاء الله تعجبكم. جربوها وتنجحوا فيها. انا قطعت قدامكم مورسون تلك مازالوا سخون، مازالوا ما وش شاد روحو، بعد ما يبرد راح يشد روحو مليح. شغل نتوما تتهفوش راكو تاكلوا شوفلور بيوري، حاجه بزاف بنينه، ذوق بزاف بنين. ان شاء الله خياتي نكون فدتكم بهذا الوصفه، جربوها وتنجحوا فيها. وصلت لنهايه الفيديو. هذه هي اطباقنا في نهايه. هذا هو الكغاتان اللي كنت ما درتلوش الشوفلور، ما جاش يشهي كيما الاخر اللي فيه الشوفلور. نقول لكم خياتي بقاو على خير، تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو جديد وفي ساعه خير. احبكم في الله، سلام. لما تحرم شيئا قل